لو انا راجع من بره من السفر ومعايا تليفونين، ينفع اسجل الاتنين ولا تليفون واحد بس اللي بيتسجل؟ واتاكد ازاي هو اتسجل ولا لا؟ وانت نازل من اي دوله، من السعوديه، من الامارات، من الكويت، من ليبيا، من اي دوله، في الجمرك او في المطار هتدخل هتلاقي شباك متخصص لانك تسجل فيه تليفونك. تمام؟ هتدخل عليه وتسجل تليفون. انت ليك تليفون واحد بس بيتسجل كل 3 سنين. هتدخل تسجل تليفون، هتشوف انه الاغلى طبعا وتدخل تسجله. هتعرف منين اللي تليفونك اتسجل والضريبه اتشالت عليه ولا لا؟ هتنزل تطبيق تليفوني. تمام؟ واول ما تسجل تليفونك بجواز السفر، هتخش على تطبيق تليفوني قبل ما تمشي. ما تسيبش المكان او تطلع بره المطار غير لما تخش على تطبيق تليفوني وتتاكد ان تليفونك خلاص الضريبه اتشالت من عليه، عشان ده مهم جدا. والموضوع يا جماعه ما بياخدش اكتر من ربع ساعه، 10 دقايق، ربع ساعه. اللي يقول لك ساعتين والكلام ده كله، لا طبعا ما فيش الكلام ده. الموضوع ما بياخدش اكتر من 10 دقايق. تمام؟ بتسجل التليفون الغالي معاك، يعني تشوف انه اغلى من التليفونين اللي معاك وبتسجله، وبتتاكد من تطبيق تليفوني قبل ما تطلع. والتليفون التاني بقى بتدفع له انت ضريبه. كده كده بيقعد معاك 3 شهور لغايه ما بيقف. اهم حاجه ما تنساش تسجل تليفونك عشان ما تمشيش من المطار وكده او من المكان وترجع تدفع عليه ضريبه. خصوصا لو تليفون مثلا ايفون 15 او 16 او الترا 25 او 24 وكده، هتدفع عليه مبلغ كبير بتوصل ل 37%. فاوعى تنسى الخطوه دي وانت نازل من بره.